صباحكو هنا وسعادة، صباحكو دفا، صباحكو شتا. النهاردة جبنا ست الحبايب يا حبيبة وعملنا قرصتين جمل، والله ما كانوا على البال ولا على الخاطر. كانوا جاهزين عندي بقالهم فترة، وبعدين لما شفت ماما قلت لها تعالي يا ماما كده اما ازنقك معايا ونعمل قرصتين كده. يعني ايه ندفي بيهم البيت، عارفين يعني ايه الدفا. الله يعين كل واحد على حاله يا رب العالمين. يا لهوي على التصوير. التصوير جيب بالطول، معلش بقى سامحونا. حطيت معاكم اللهم صل على النبي 3 كيلو دي. اقول لكم على حاجه، انا رحت عند الراجل قلت له انا عاوزه اعمل قرص. قال لي عايز تعمل إيه؟ قلت له 2 كيلو. قام جايب لي 2 كيلو عليهم اللهم صل على النبي كيلو سمنه. بصراحه لقيته كتير قوي. بصوا كل واحد على حسب المقدار اللي يقدر معدته تتحملها. والله بجد. جبنا 3، جينا نحط الدقيق. لقينا بجد السمنه كتير. فجبنا مكان ال2 كيلو جبنا كمان كيلو زياده. جبنا كيلو دقيق، وحطينا بيكنج باودر وفانيليا، وحطيت اللهم صل على النبي ريحة الموز. انا بحب ريحة الموز، في ناس ما بتحطهاش. وحطيت ريحة القرص. دي حرية شخصية، الحاجات اللي تحبي تضيفيها تضيفيها، ما تحبيش ما تحبيش براحتك. حطيت ملح وحطيت سكر. وحطيت اللهم صل على النبي خميرة، باكو خميرة اهو زي ما انتم شايفين كده. وحطيت كمان سمسم. وقلبت كل المقادير الجافة دي ببعضها. يبقى 3 كيلو دقيق عليهم باكو بيكنج باودر و2 فانيليا وريحة الموز وريحة الكح وريحة البسكوت. وحطيت كمان السمسم وسكر وملح. تمام كده تمام. وجيت على السمنة بتاعتي. جبت بقى كيلو السمنة قدحته حلو جدا زي ما انتم شايفين. وحطيتهم ما شاء الله على الايه على ال3 كيلو دقيق. يبقى ال3 كيلو دقيق خدوا معايا كيلو سمنه. طب يا احلام لا احنا بنحب براحتكم، اعملوا اللي انتوا عايزين ان شاء الله يا رب. كيلو دقيق عليه كيلو سمنه، انتوا حرين. كل واحد يعمل الحاجه بالطريقه اللي بيحبها واللي بيرتاح لها. طبعا قلبنا كده بالمعلقه لحد ما السمنه بس تبرد، وبعد كده هنبسسها بايدينا. تمام كده. واحنا بنقدح السمنه دي، انا ما عنديش سمنه بلدي، جبت ريحه السمنه البلدي فعلا كانت مخليه ريحتها حلوه قوي. طبعا دي ست الحبايب كانت شغاله معانا. يا ست هات، تقول لك لا والله ابدا لازم اعمل لك. قلت لها والله اعملي براحتك. ما كنتش عايزه اتعبها والله يا جماعه، بس هي اللي صممت. بتقول لي يا احلام يا بنتي انت اللي خدت صحتي. اهو فضلنا نبسس فيها كده زي ما انتم شايفين لحد ما كل الدقيق يتغلب بالسمنه اللي معانا. وحياة ربنا هتشوفوها دلوقتي، يمكن هعملها معاكم. السمنه كأننا بنعمل كحك. إيه كان حلو مع طلعت على بقى يا ست الحبايب ما بينك. هتقولك والله هداني. والله العظيم ده كانت بتشرك فيا وما اقول له الحمد لله انا كتمت الصوت. والله بجد كانت امي جرستنا على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. يا ست الحبايب يا حبيبه دايما نصفانه، شايفين بتقول دايما هداني ما حدش هدنا الا انت. والله العظيم كانت بتقول كده اقسم بالله. طب والله يا ماما اللي قايله لهم ان انت بتقولي كده. قالت طب افتحي الصوت، قلت لها لا دار الفضايح بلاش صوت. معايا ما شاء الله اللبن غليته سخن، كل حاجه سخن، السمنه سخنه واللبن سخن. وهنبدا بقى نعجنها. زي ما قلت لكم لما الدقيق كله اتغلب بالسمنه، اتبسس واتغلب بالسمنه خالص. بعد كده عملت هبدا اعجن كده بايه باللبن. اهو شايفين ما شاء الله اللهم بارك. بصي بقى مزرجنه كده ومش عايزه تقوم مجهزه فطار في البرد ده ومتدفيه تحت البطانيه. اديها كوبايه شاي ولا كوبايه شاي ولبن وتحكي على العيال بالقرصه الجميله المتكلفه دي، وفيها كل المواد الغذائيه اللي ما شاء الله كامله متكامله يعني زي ما بيقولوا. حلوه جدا جدا اقسم بالله، وطعمها تحفه تحفه تحفه. تمام كده تمام كده. هتقعدي بقى يا ستي ما انت متدفيه وجميله، وهتجيبي يا ولا هات القرصتين واعملي لك كوبايه شاي وتعالى جنبي كده تحت البطانيه. وتضربيهم وتحطي الصينيه جنبك وتكملي نوم. واحده احنا نطلع من الشتا ده. ما اقولكوش يعني اوزاننا هتبقى اوزان مثاليه، وتحيا الست المصريه. يلا نعجن. شايفين لما انا العجينه كده وبقيت زي الفل يا جماله. على فكره انا اخدت عجنت شويه بس ما صورتش يعني. شايفين قد ايه طريه وبص ليونه مفيش بعد كده. حاجه كده عظمه. اقعدي بقى كده تدفي وارتاحي. وبعد كده جبنا بتشوفوا الايد الجميله دي والايد الجميله دي. ست الحبايب يا حبيبه يا ضنايا انتي الاتنين والله حماتي وامي. حاجه من دي ايد حماتي وده حماتي ودي امي، اكيد انتوا عارفين امي من القميص بتاعها. وقطعوا كده كور 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 كده. وبعدين ماما كانت شو رحنا الصاله. شايفين الكنب اللي ورانا ده؟ احنا قعدنا في الصاله.
ولادي والله العظيم واحنا لسه بنعجنها كده وريحة القرص داخلين كده من الباب يقولوا الله يا ماما الريحة جميلة. قلت لهم عيشوا بقى اجواء الشتاء ده احنا في الغلا بس يعني هنمشي نفسنا كده باقل ما يمكن عشان نفرح ولادنا. ويا رب يعين كل واحد على حاله ويا رب ما يا رب يا رب ينصف كل اب قدام ولاده. ويا رب يرزقكم بحق جاه النبي ويبلغكم رمضان وانتم مستورين وفي اتم الصحة والسعادة يا رب العالمين. يا رب يا رب يفرجها على أمة محمد أجمعين. وأهم حاجة وأهم شيء يديم عليكم الستر والصحة يا رب. واشفي جوزي واشفي كل مريض من ده اللهم امين. البتاعه دي ماما كانت جايباها حلوه قوي. انتوا عارفين بقى القرص والحاجات بتاعه القرص الناعمه دي. لا اقسم بالله البتاعه دي حكايه. تضغط عليها كده تطلع لك رسمه القرص وتطلع لك القرص بسرعه 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 كده احسن من البتاعه اللي هي البلاستيك دي اللي هي بتاعت اللي بترسم بقى القرص. دي حلوه جدا. شايفين ماما بتقطع. بس ما شاء الله تقطعت ماما. تقطعت حماتي تقولش ان احنا هنعمل بتاع ده عيش. ماما بتعيد وراها وبتبقى صغيره شويه. بتقول لها ام اسامه صغيره شويه يا ام اسامه. شايفين القرص وجمالها حاجه كده عظمه. اهو شايفين البتاع دي حلوه قوي والله بس مش عارفه اسمها ايه. هي بتاعت قرص وخلاص روحوا للنجار لو ما لقيتهاش. تقريبا النجار اللي عاملها لك يا ماما ولا مين. يا دي الحوسه والله ما سالت. قالت لي هاتي احلى ما اعمل اللي بعيد عنك وانا فرحانه بقى قلت لها هاتي يا ستي. هات اما اكمل اللعبه دي. شايفين صواني القرص الله على الجمال. بجد القرص كانت جميله جميله جميله. وتقريبا بتاكل صينيه كده ولا صينيتين وانت قاعده قدام الفرن وبعد كده تتعاملي مع الباقي بقى. وعملنا كمان ايه. ولاده كانوا عايزينها. شوفي ايد حماتي الجميله يا اختي ربنا يبارك فيها وادها الصحه يا رب العالمين. ولا نتحرم منها ابدا واشفيها وعافيها يا رب يا رب اشفيها. عملت حته عجوه كده وسيحتها بمعلقه سمنه وحطيت عليها سمسم. وبايدها الجميله دي وبتعمل لنا ايه بتكور لنا بقى كده القرص. وتحط لنا فيها التكوره بتاعت العجوه. انتوا عارفين ان القرصه بتاعت حماتي تاكلوها تلاقوا مليانه عجوه. القرصه بتاعت امي والله تلاقوا العجوه بتاعتها ايه يا ماما تقول لك لا ما بحبش العجوه كتير. انت مالك يا ماما دي بس اللي هتاكليها. ما علينا. انما حماتي بتحب بقى بصوا يعني مظبطاها مظبطاها. بس بصوا بقى ايد ست الحبايب كانت عامله لنا حبه قرص يا ولاد يا لهوي حاجه كده عظمه. وحياة ربنا بجد كل اللي اكل منهم بصراحه شكر فيها. اهو قلنا بقى ايه عملنا بتاع صينيتين اتنين بس صينيتين اتنين اللي عملناهم عجوه بصراحه. لان ولادي عايزينها بالجبنه عايزينها بالشاي كده مش عايزينها مسكره. بس قلنا نعمل حته كده تفاريح للي حابب ياكلها بعجوه. بصراحه ما ينفعش الشتا يعدي من غير ما نعمل قرص. اهو شايفين تكورة ماما في العجوه تقولش يا اختي بنشحت منها. ما تكبري يا وليه شويه حته العجوه دي. ده ايه ده. تقول لك اسكت عشان تكفي. اهو هنا بقى قلت لماما كفايه لحماتي بقى كفايه احسن هنا ماما وهنا ماما. لحماتي كفايه بقى عشان تعبتي والله والله ما بطلت اقسم بالله. فضلت تقرص معانا لاخر حته. واحنا جبنا الحاجه في الصاله بقى عشان ايه نخليها تشترك معانا في العمايل. وتحس بفرحه عمايل القرص كده بصراحه. او انتوا عارفين لما اجي بسجل الفيديو والله مصر كلها تتكلم. وولادي يتكلم وماما عايزة تتكلم. وتليفوني يرن والله يا لهوي. شوف انا كمان كنت باخد كورتين من وراه. يا بنتي مش هتكفى اقول لها مش مشكله نكمل الباقي كده. انما اللي ياكل القرصه تبقى ملانه ملانه كده عجوه وتستس. يلا بقى ان ايه نلعب عليهم الختم بتاعهم ده تيك تيك تاك توك توك. ما شاء الله. هنا بقى هنظبط صوانينا وهنشوف صوانينا. وبعد كده ايه الفرن بتاعنا طبعا بيسخن. ونسوي القرص بتاعتنا كده بقى براحتنا. على فكرة القرص ما تاخدش اي وقت خالص في العمايل يعني مش كتير. زي التسوية بتاخد وقت في التسوية شوية. هنا كنا بنعمل اللي هي القرص بعجوة. كان فيها قرمشة كده بصراحة وكانت جميلة. اهو ما شاء الله. الكمية حلوة جدا حطينا القرص ده على بعضها بنستخدم الصينية اللي بندخلها في الفرن بنستخدمها.
بننقل من عليها القرص بقى، بنملاها قرص. شايفين ما شاء الله الجمال، تسوية حلوة، القرص جميلة اقسم بالله تحفة. قلت لها يا ماما اقطع لنا واحدة كده، بس للأسف الإضاءة ما كانتش حلوة في عند الفرن. شايفين الجمال. هنا بقى كنا في المطبخ. لو لسه وصلت هنا وما عملتش لايك وشير للفيديو، اعملي لايك وشير للفيديو، قولوا بتشوفوني من انهي بلد، وقوموا جربوا الوصفة وان شاء الله تعجبك، والى اللقاء.